السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. وحشتوني كتير كتير خالص. اخباركم عاملين ايه؟ كويسين؟ يا رب تكونوا في خير يا رب. صلوا بينا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا هنا يوم روتين قوي جدا. طبعا حبيت انضف البوتاجاز بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طبعا زلت كل الاوساخ اللي كانت عليه من بقايا الطعام وكده. انت طبعا اكيد انت بتطبخي وكده فبتطلع منك حاجات على البوتاجاز. فانا يعني انتظرت عليها عشان انضفها مره واحده واصورها معاكم. هنا بقى حطيت المنظف بتاعي زي ما انتوا شايفين. انتظرت عليه 5 دقايق كده وبعدين جبت السلكة بتاعتي. هنا بقول لكم العين دي اعمل فيها ايه بالظبط، لاني عملت المستحيل فيها عشان السواد اللي حواليها ده يطلع. بس الحمد لله المنظف اللي انا بستخدمه كل مرة بستخدمه بحس ان هو بيشيل اثر منها برضو واحدة واحدة. طبعا هتقولوا لي ليه انت حصل كده؟ اكيد اهملتي فيه. لا طبعا خدت فترة كنت تعبانة شوية يعني كده. اللي كان بيستخدم البوتاجاز طبعا طبعا الحاجة مش بتاعتك فعادي يعني زي ما انتوا فاهمين. يلا الحمد لله. البوتاجاز بتاعي مش بسيبه بالطريقة دي يعني، دايما اول باول بنضفه. بس انا سبته كده حاليا عشان اطلعه على الفيديو كده واشوف وصلنا من ايه النظافة ازاي. يلا بينا كده، اللي وصل هنا يصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا قولوا لي رأيكم ايه في الفيديو ده في الكومنتات. عايزة بصوا الفيديو ده ينفجر كده كومنتات ولايكات خالص خالص. عايزة القناة تكبر بيكم يا احلى عيلة. طبعا زي ما انتوا شايفين ان انا بدعك بالسلك كده عشان المنظف ده جميل جدا يعني. بمجرد ما بحطه كده وانتظر عليه 5 دقايق او 10 دقايق بيهدى. اللهم صل على النبي يا ربي. بيزيل الدهون، مش بياخد دعك مني كتير. فزي ما انتوا شايفين كده بأبسط حاجة كده بيطلع معاكي. بصوا يا بنات، انتوا هنا طبعا عايزاكم ترشحوا لي في الكومنتات المنظف اللي انتوا بتستخدموه. تقولوا لي طريقتكم ايه بالظبط يعني عشان ممكن يكون افضل من المنظف اللي انا بستخدمه يعني. طريقته ازاي؟ مثلا بتنتظروا عليه كام دقيقة؟ بتنضفوا بعد قد ايه بالظبط؟ يعني اسم المنظف وطريقتكم فيه. نستفاد من بعضينا. طبعا هنا الصورة الفيديو شارح نفسه طبعا زي ما انتوا شايفين. آه، هنا طبعا زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة انا ما حطاش برسيل ولا صابون ولا بريل ولا اي حاجة. آه، طبعا زي ما انتوا شايفين المنظف بتاعي بيعمل رغوة. دي رغوة من المنظف، مش حاطة برسيل ولا اي. طبعا دي رغوة زي ما قلنا المنظف. لا برسيل، لا حطش برسيل خالص ولا صابون ولا بريل ولا اي حاجة. الرغوة دي يا بنات من المنظف فقط. فاتمنى ان انتوا تقولوا لي منظف كويس ممكن يكون افضل من اللي انا بستخدمه. اتمنى ان انتوا تقولوا لي في الكومنتات يعني. صلوا بنا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحابة اعرف رأيكم ان احنا نسجل الفيديو بالكلام كده بصوتي، ولا اسجله لكم كتابة؟ يعني اكتب لكم اشرح لكم الشرح بالكتابة. اتمنى انتوا تقولوا لي في الكومنتات عايزين كده ولا حابين ان احنا نكتب كتابة ونشغل موسيقى او نشغل اي حاجة اثناء الكتابة، او او ان احنا نشغل مثلا زي صوت عصافير كده ونكتب ونظهر كتابة. شايفين المنظر بعد المنظف وبعد ما مسحته وشطفته؟ بس اللي عندي صراحة يعني اللي عنده حل يقول لي في الكومنتات لان هي مضايقاني. ها ايه رأيكم كده؟ وصلنا للنظافة النهائية. ايه رأيكم من الاخر؟ هنا بقول لكم لايكات لايكات لايكات.